هل اللعيبه دي بتقدر تصنع الفرق فعلا؟ وهل عامله الفرق في كل الخطوط اللي موجوده فيها؟ يعني هل مثلا هم تقدر تحط لاعب فيهم وتحط عليه العشر لعيبه، او هل مثلا لاعب فيهم هو احسن لاعب في النادي الاهلي؟ دول الخمسه الاجانب اللي المفروض النادي الاهلي تعاقد معاهم عشان هم 5 ستار، وهم اللي هيقدروا يصنعوا الفارق ويقدموا حلول مش هيقدموها اللعيبه المتواجدين محليين في النادي الاهلي. طب تعالى نراجعهم كده واحد واحد ونشوف. يعني مثلا هل اشرف بن شرقي ده هو اللاعب اللي النادي الاهلي جايبه فعلا عشان يخلص كل المشاكل الهجوميه ويقدر يحل لك واحد على واحد ويحل لك كل الازمات اللي بتقابلك في المواجهات اللي بتكون فيها تكتلات دفاعيه؟ وقلت لك قبل ما يجي انه مش هيكون هو الحل الامثل للنادي الاهلي، لان من الاخر كده هو مش جعان كوره زي احمد عبد القادر. حابب اسمع رايك وتقول لي هل احمد عبد القادر لو خد فرصه ودعم هيكون افضل من اشرف بن شرقي ولا لا؟ محمد علي بن رمضان الناس زعلانه ان انا بقول عليه ان هو مش اللاعب الامثل في وسط ملعب النادي الاهلي وما قدمش الافاده اللي احنا كنا مستنيينها من لاعب المفروض ان هو اجنبي مختلف عن الباقيين. طب هل محمد علي بن رمضان بيعمل لك تمريرات توصلك للجون واحد على واحد، او مثلا بيصنع لك كام فرصه في المباراه؟ عايز اسمع منك هو بيصنع كام فرصه في المباراه، او بيسدد كام تسديده في المباراه، او بيكمل في الهجمه ويعمل ويطلع مثلا في الكرات العرضيه بيلعب بدماغه كويس. طب بيخترق من العمق زي امام عاشور. طب هل هو مستواه افضل من امام عاشور او حتى زي امام؟ لا طبعا، ده هو جنب امام صفر على الشمال، مفيش مقارنه. طيب هل جراديشار المهاجم الاجنبي اللي انا جايبه ينفع ان يكون محمد شريف بمستواه ده يقعده دكه له؟ طب اليو ديانج الدبابه الماليه اللي اي حد من جمهور الاهلي مقتنع جدا بامكانياته، هل في الوقت الحالي هو مفيد للنادي الاهلي ولا فلوس الخليج شغلاه وبيفكر فيها؟ ولا كان المفروض ان انت لازم تبيعه في الوقت اللي جاله عرض كبير كان لازم تبيعه، لان هي دلوقتي الفلوس مشتته تفكيره مش هو ده اليو ديانج. اشرف داري اللي المفروض كنت انت جايبه يحل لك المشاكل اللي هتقابلك بعد رحيل محمد عبد المنعم، هل هو فعلا حلها؟ طب هل هو فعلا حتى حل جزء منها؟